السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه كيك الشوكولاتة السهل جدا والاقتصادي، وهنقدم كمان معاه صوص الكراميل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. المكونات بتاع الكيك: محتاجين بيضتين، كوبايتين كبار من الدقيق، كوباية لبن، كوباية سكر، ربع كوباية من الزيت، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وفانيليا وبيكنج باودر. طبعا لازم كل كوباية تبقى مقاس واحد، يعني كوبايتين الدقيق زي كوباية اللبن زي كوباية السكر، كلهم يكونوا مقاس واحد عشان إن الكيك يطلع نتيجة حلوة. ما ينفعش كوباية الدقيق تبقى اكبر من اللبن، وما ينفعش اللبن يبقى اكتر من الدقيق، وهكذا. معانا في الخلاط هنحط البيضتين والسكر، هنحط كل المواد السائلة في الخلاط والمواد الجافة هننخلهم في بولة، وننزل بالخليط السائل على خليط يعني اللي هو الدقيق والكاكاو. طبعا حطينا اللبن والسكر والزيت والفانيليا وهنشغل الخلاط. لازم يتخلطوا كويس جدا بس لحد ما السكر يدوب تماما، وبعد كده هيكون الخليط جاهز معانا. كده الخليط شغال في الخلاط. وفي بولة تانية هنحط كوبايتين الدقيق، طبعا منخولين، لازم يكون منخول عشان لو في اي تكتلات ما متبوظليش الخليط بتاع الكيك. وطبعا ذرة الملح، وهنزل البيكنج باودر. هقلب ده كله كده مع بعضيه كويس جدا. وهنزل بالخليط السائل على المواد الجافة، وهنقلب كويس جدا لحد ما نلاقي القوام بتاع الكيك يعني مناسب كده وطري، ولا هو يعني شايفين القوام بتاعه ناعم كده وجميل. كده هيبقى خلاص. طبعا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما نبدأ في اي حاجة من الكيك. وطبعا معانا القالب بتاعنا ده هنزيت، وهننزل الخليط كله فيه. شايفين قوام العجينة؟ لازم تكون بالطريقة دي عشان تدينا نتيجة للكيك هش وطري وتطلع النتيجة كويسة جدا. طبعا هخبط الصينية خبطتين كده على الرخامة، وبعد كده هبدأ ان انا ادخلها الفرن. هتقعد من 25 ل30 دقيقة. في طاسة تانية على النار هنحضر صوص الكراميل مع بعض، كوباية من السكر، وهسيبها ان هي تتكرمل من غير ما اجي جنبها. يعني هفرد السكر شوية كده في الصينية، وبعد كده هسيبها بقى لحد ما تبدأ ان هي تتكرمل. هبدأ بقى ان انا اضيف لها الزبدة واللبن. هنشوف الخطوات مع بعضينا وبالراحة خالص، وان شاء الله هتجربوه هيطلع معاكم جميل جدا. طبعا الكيكة دي اللي حابب يقدم معاها صوص الشوكولاتة عملناه قبل كده مع بعض في الكب كيك، و... وكمان ممكن تحطي صوص شوكولاتة على صوص كراميل. بس انا يعني عملت لكم يعني يكون كل حاجة موجودة في البيت ومتوفرة عندكم. هحرك بس السكر كده حركة بسيطة عشان كله ياخد نفس يعني السخونة بتاعة الطاسة. شايفين بدأ ان هو بيكرمل، يعني دخل في المرحلة اللي هو بدأ يتكرمل. في طبعا حتت ما اتكرملتش اهي، هقلب كل ده مع بعضيه وكل ده هيدوب وهيتكرمل. يعني ما نستعجلش عليه خالص، براحته وعلى نار هادية، ما ينفعش نار عالية عشان السكر ما يتحرقش بسرعة. على مهله خالص يتكرمل براحته، واحنا بس نفضل نقلب فيه كده عشان اي حبيبات سكر تدوب.
شايفين السكر كله داب من غير اي كتل ولا اي تكتلات. ما ينفعش نسيبه على النار، يعني خلاص السكر داب نفضل سايبينه كده، السكر هيتحرق. اول بس ما السكر يتكرمل وياخد الشكل الجميل ده، هنحط مكعب الزبدة ونروح مقلبين كويس جدا، وهننزل باللبن. مكعب الزبدة اهو، هحطه واقلب كويس جدا، احس ان الزبدة دابت، اروح نازلة بكوباية اللبن بتاعنا. سهل جدا وبسيط وان شاء الله يعني هيعجبكم جدا. امشوا على الطريقة وعلى الخطوات وهتطلع معاكم نتيجة جميلة جدا. هنزل بقى كوباية اللبن، وطبعا الخطوة دي لازم ايديكم تكون بعيدة وشكوا، عشان السخونة اللي بتطلع من الكراميل لا قدر الله ممكن يحصل حروق يعني. تكونوا بعاد جدا وحريصين ان مفيش اي حاجة تيجي عليكم، وبالراحة كده ونقلب لحد ما طبعا هو قفش، لازم يقفش اول ما ينزل باللبن هيقفش. بس بعد كده السكر هيدوب، وبعد كده هيبقى صوص الكراميل جاهز معانا لتزيين على التورت وعلى الكيك وعلى الكب كيك، بيستخدم في كل حاجة. سهل وجميل وبسيط، واستخداماته كتيرة جدا، وهيعجبكم في تزيين التورت. مثلا لو عاملة تورتة وحابة تزينيها بصوص الكراميل، هيبقى معاك جميل جدا، وقوامه كمان هيطلع جميل. هقلب بس السكر كويس جدا لحد ما كله يدوب، وبعد كده هرفع من على النار اسيبه يهدى، واحطه بقى في بولة يا اما كيس حلواني حسب ما انا هزين بيه ايه هحطه فيه. لازم السكر يدوب خالص، ما يكونش فيه اي تكتلات بالمنظر ده، هو هيفك مع نفسه يعني دلوقته. وشايفين القوام بعد ما طلع تحفة، والله بجد تحفة، والطعم يعني احلى من الشكل بكتير. يعني عايزة اقول لكم من احلى الصوصات في الدنيا والله. يعني بينفع في اي حاجة، تزيين تورت، كيك، اي حاجة انتوا حابينها هتلاقوا صوص الكراميل ده موجود فيها. طبعا الكيكة بتاعتنا خرجت واختبرناها طبعا بالخلة، آه طلعت نظيفة، يبقى خلاص كده الكيك بتاعنا جاهز وطري وهش. شايفين ازاي جميل جدا. هبدأ بقى ان انا يعني اسيبه يستريح واقلبه عشان ابدأ ان انا ازين بصوص الكراميل. قلبت الكيك بتاعنا، شايفين لونه كمان طالع ازاي، كله من الكاكاو. لازم تختاروا نوع كاكاو يكون نظيف والريحة بتاعته جميلة يعني، عشان يطلع معاكي الكيك بتاعته اللون جميل والريحة كمان جميلة، والطعم ده اهم حاجة يعني. هشة جدا بجد وطرية وكانت تحفة. طبعا اللي حابب يحط شوكولاتة وبعد كده كريم كراميل. شايفين هشة ازاي وتحفة. هحط كمان صوص الكراميل، يعني اللي حابب يعني يزود عادي مفيش مشكلة. شايفين لونه جميل ازاي تحفة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد.